عندنا حالات النهارده مهمه جدا مهمه جدا. في عندنا في بدايه المباراه مطالبه الاتحاد السكندري لركله جزاء على اساس ان الكره جت في ايد لعيب النادي الاهلي، الكره جت في جسم لعيب النادي الاهلي وهو متكن، لا توجد ركله جزاء. كره مهمه جدا مهمه جدا، ودي خلاص شفناها بره وجوه، ده ارتقاء عادي جدا، مفيش استخدام للزراعه. الكره دي امتى تتحسب فاول على المهاجم؟ لو مدافع الاتحاد السكندري حاول يطلع من الارض. الايد دي مش سانده خالص ولا فيها اي دفع، كان قرار حكم المباراه سليم. عندنا في ركله جزاء لنادي الاتحاد السكندري اللي احتسبها عن طريق حكم الفار، اما رجع لمحمود البنا ورجع ضربه جزاء واضحه، ضربه جزاء سليمه 100%. هتبين لنا من عدم من الفار ان فعلا كان في استخدام لعب بتهور من لعيب نادي الاهلي. هنا عندنا تنفيذ ركله الجزاء، عندنا تنفيذ ركله الجزاء تنفيذ نموذجي. نقف لحارس المرمى محمد الشناوي، فاهم قانون كره القدم، خلاص الاتحاد الدولي سمح حريه لحارس المرمى انه يتحرك، بس اهم حاجه احدى قدميه تبقى على الخط. انما في عندنا هنا في خطا، احنا شفنا الخطا الجزء الاولاني حارس المرمى نجح فيه، انما الجزء اليمين ده كله غلط. عندنا لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه الاتحاد السكندري قبل تنفيذ ركله الجزاء دخلوا. انا مش معاكم قوي ان انت تعيد الضربه الحقيقه، يعني انا لا هي هو احنا بنتكلم لا يعني لو من الفريقين دخلوا لا فريق تتعاد سواء دخلت او ما دخلتش، ده قانون، بس بتبقى قاسيه. يعني انا بشوفها في كاس عالم يا كابتن سمير، ماشي، انا بشوف كاس عالم واللعيبه بتدخل وكل حاجه، يعني بتبقى قاسيه. يبقى قانون كره القدم يغيروها عشان ثواني يا تامر. لو هتبقى قاسيه يبقى القانون يتغير يا كابتن احمد، ما يحطوناش في القانون. لو بشكل صارخ اعيدها، لو بشكل صارخ. ما ده مش بشكل صارخ، لا احنا عندنا الكره لسه ما بتتلعبش يعني بص خلي بالك اللي الناحيه دي بواحد، هنا في 3 2 من الاهلي واحد من الاتحاد. ماشي، بس يعني انا يعني شايف وجهه نظري انها قاسيه. احنا بنتكلم على القانون، عاوزين يغيروها في الماده. اسالك سؤال واحد بس، دي مهمه الحكم ولا الفار؟ لا الكره دي مهمه الحكم يعني مش الفار. الحكم ليه بقى ما بيبصش ليه على اللعيبه؟ الحكم احنا بنتكلم القانون دي بتاعت حكم. الفار يتدخل لو ارتدت لاحد اللعيبه ويكون تدخله مؤثر. الحاله اللي بعدها دي اللي انا عاوز نتكلم فيها بالنسبه للاعادات. كرة هنا اتلعبت عندنا لعيب نادي السكندري نجح في لعب الكرة، بعد كده لعيب نادي الاهلي حاطط ايده، الايد دي منعت استمرار اللعب بالنسبه للعيب الاتحاد السكندري. بس هل الكرة دي تتحسب بره ال 18؟ لو عندنا اعادات واضحه اقدر اقول لك هنا ممكن تبقى في ركله جزاء، لان اللي استلم الكرة هنا بوضوح لعيب نادي الاتحاد السكندري خرج لعيب النادي الاهلي من بره وفي اعاقه بالايد. هنا بقى انا بصراحه يعني هنا دي ركله جزاء سليمه 100% وقرار من البنا ممتاز، بس هنا عاوز اشيد للناس كلها ان لعيب الكوره لازم يبقى فاهم قانون كره القدم. الشناوي فاهم قانون كره القدم كويس جدا. الشناوي كان الكوره دي ممكن بدل ما تتحول من انذار كانت تبقى طرد، لو استخدم ايده انه اعاق اللعيب ولا يوجد كوره كانت تبقى طرد، بس عشان هو مستخدم فاهم قانون كره القدم استخدم قدمه. هنا عندنا طبعا الشناوي برافو عليه ممتاز، استخدام سليم. بس نعيد برضو النقطه اللي كابتن احمد هيختلف معايا فيها وكابتن وليد، هنا دخول برضو بشكل عالي جدا. ما زلت مصمم انها تبقى قاسيه. نطلب من الاتحاد الدولي انه يغير لنا اللقطه دي. لا كلكم كحكام كنتوا بتعدوها والله وفي انما النهارده اختبارات حكم المباراه داخل منطقه الجزاء نجح فيها بشكل كويس جدا، لان المباراه بالرغم من نتيجتها بس بتبقى مباراه طول عمرها صعبه تحكيميا. نورتنا يا كابتن سمير، شكرا جدا، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن وليد صلاح الدين بشكرك شكرا جزيلا. كابتن حسني عبد ربه بشكرك شكرا جزيلا. كابتن تامر صقر بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل زملائي اللي شاركوني النهارده في الاستوديو. كان في الجزء الاول عمر عبد الله ومحمد عماره، في الفقره التحليليه الاولى كان في الملعب الزملاء احمد حازم واحمد عبد الملك، وكان في التعليق الزميل العزيز محمد الكواليني، وكان يقود الاستوديو اخراجيا الزميل العزيز محمد نصر، ورئيسا للتحرير احمد خيري، وكل الشكر للزميل العزيز وليد عبد السلام. بعد قليل الزميل العزيز سيف زاهر وحلقه جديده وملعب اون تايم سبورتس. السلام عليكم.